في قرية صغيرة من قرى الدلتا، رؤية كانت عايشة مع أهلها في بيت ريفي بسيط. قدام البيت كان فيه حوش كبير، وفي الركن زريبة فيها جاموسة وعجل صغير، وتحت الشباك في فرن طين ريحته دايما طالعة برغيف العيش السخن اللي كانت بتخبزه أمها. أبوها الحاج عبد الستار راجل كبير في السن، شنبه تقيل ولحيته مخلوطة بشيب، معروف في البلد إنه راجل حكيم وكلمته مسموعة. أمه الحاجة فهيمة ست طيبة ولسانها دايما رطب بذكر الله، بس في الشدة تتحول لحد ما بيتهزلوش رمش. رؤية كانت البنت الكبيرة في اخواتها، بعدها جابر اللي بيشتغل مع أبوه في الأرض، وسعدية البنت الصغيرة اللي لسه بتلعب في الطين وما تعرفش حاجة عن هموم الدنيا. كبرت رؤية على الشقة من وهي الصغيرة وهي بتساعد أمها في العجين، وتجري على الترعة تغسل المواعين وتلم الغسيل قبل المغرب. كانت مشهورة في البلد بجمالها وبشرتها القمحية، وعينيها سودة واسعة ما شاء الله، شعرها طويل ومضفر على طول على ظهرها، وصوتها فيه نغمة حلوة حتى وهي بتغني أغاني الحصاد مع البنات. في يوم وإيديها في العجين دخل أبوها وقال لأمها بصوته الخشن: فهيمة، فيه ناس جايين يطلبوا ايد رؤية. الحاجة فهيمة مسحت ايديها في جلبيتها وبصت لرؤية اللي قلبها كان عمال يدق بسرعة. بعد يومين من كلام الحاج عبد الستار جه سالم وأمه الحاجة صالحة، ومعاهم أخوه وفيق ومراته هناء علشان يشوفوا رؤية ويبقى الكلام رسمي. سالم كان شاب طويل وعريض، بشرته سمرة من الشمس وعينه فيها طيبة تساعد الدنيا كلها. كان معروف في البلد إنه راجل جدع محترم وزراعته رحيمة، بيعامل الأرض كأنها حد غالي عليه، ما بيضرش البهايم وما بيضغطش على الشجر، ولو لقى فرخ صغير واقع من العش يشيله ويرجعه مكانه. أما الحاجة صالحة والدته فكانت ست شديدة بس قلبها أبيض، كلامها قليل ودايما تفضل تراقب الناس وتسكت، لكن لما تتكلم كلمتها ما بتنزلش الأرض. سالم كان عايش مع والدته في دار كبير مكون من دورين، الدور اللي فوق كانت الأوضة بتاعته، وتحت كانت الصالة الكبيرة وقعدة العيلة. أخوه وفيق كان متجوز وساكن جنبه في بيت صغير. حسام كان متعلق بعمه سالم أكتر من أبوه. لما دخلوا بيت الحاج عبد الستار قعدوا في الصالون، والستات دخلوا على المطبخ عشان يشوفوا رؤية. الحاجة فهيمة بصت لها وقالت لها: تعالي يا بنتي سلمي على الحاجة صالحة. رؤية همت عليهم بخطوات هادية وعيونها في الأرض، بس إحساس غريب شدها ترفع عينيها وتشوف سالم اللي كان بيبصلها هو كمان. اتجوزت رؤية على سنة الله ورسوله، وراحت تعيش في دار سالم في الدور التحتاني مع حماتها الحاجة صالحة. في الأول كانت الحياة كويسة، صحيح حماتها شخصيتها قوية وبتحب النظام، بس رؤية كانت صبورة وبتحاول تكسب رضاها. كانت بتصحى من الفجر تعمل الفطار وتكنس الدار وتساعد في العجن، وبعدها تقعد مع حماتها تشرب الشاي وتسمع حكايات عن زمان. سالم كان راجل طيب بيعملها بحنية وعمره ما زعلها، دايما يقول لها: انت نعمة يا رؤية، ربنا يرزقنا بالذرية الصالحة في الوقت اللي هو شايفه يا رب. لكن السنة عدت والذرية ما جاتش. في الأول حماتها كانت بتقول كلام عادي: لسه ربنا ما أردش، الصبر مفتاح الفرج. لكن مع الوقت الكلام بدأ يتغير والنظرات بقت تقيلة. وفي مرة الحاجة صالحة قالت لها وهي قاعدة على العتبة: يا بنتي ما تفكري تروحي للدكتورة تشوفي فيه ايه، ولا انتي مش عايزة تفرحي قلبي؟ رؤية حست بغصة في قلبها، وبعدها راحت لدكتورة في البلد، وبعد الكشف الدكتورة قالت لها الكلمة اللي كانت خايفة تسمعها: للأسف عندك مشكلة، والإنجاب عندك ضعيف جدا ويكاد يكون مستحيل. رجعت الدار وهي مش قادرة تتكلم. سالم كان جنبها وماسك ايديها وقال لها: قدامنا الدكاترة نكشف مرة واتنين وتلاتة، ومعانا ربنا أكبر من أي شيء، قادر يقول للشيء كن فيكون، ما تزعليش. لكن المشكلة ما كانتش مع سالم، المشكلة كانت مع حماتها اللي أول ما عرفت اتغيرت معاها، بقت تكلمها بجفاء وتلمح بكلام جارح، ودايما تقول: حرام يا سالم، نفسي في عيل يشيل اسمك، والبيت ده يبقى مليان عيال تجري وتلعب بدل الوحدة اللي احنا قاعدين فيها دي. وفي يوم بعد ما وفيق أخو سالم جه يزور أمه وأخوه
ومعاه مراته وابنه. بصت الحاجة صالحة لرؤية وقالت لها بصوت كله حسرة: انت ليه يا بنتي حرمتيني من الفرحة دي؟ كأن السهم دخل قلب رؤية وما بقتش عارفة ترد تقول ايه. ومع مرور الأيام الحاجة صالحة ما بقتش تخبي زعلها، وبقت معاملتها لرؤية ناشفة. الأول كانت نظرات، وبعدين تلميحات، لحد ما بقت ترمي كلام في وشها زي الدبش على طول من غير خشة ولا كسوف. في يوم كانوا قاعدين في القعدة الكبيرة، وفيق جه من الغيط ومراته هناء كانت قاعدة جنب حماتها بتقطف ملوخية. حسام ابنهم كان عمال يجري ويلعب ويضحك بصوت عالي في الحوش. الحاجة صالحة بصت لرؤية وقالت وهي بتتنهد: اه يا دنيا، البيت اللي ما فيهوش عيل زي الأرض البور، لا في بركة ولا زرع. رؤية حست الدم ضرب في وشها ونزلت عينيها في الأرض، لكنها سمعت صوت هناء سلفتها وهي بتضحك بخبث وبتقول: ما هو العيب مش في البيت ياما، العيب في اللي فيه. رؤية مسكت طرف جلبيتها بإيديها جامد وحست بإهانة عمرها ما حست بيها قبل كده. بصت لسالم اللي كان قاعد وساكت ووشه متغير، لكنه ما نطقش بكلمة، وده وجعها أكتر من كلام حماتها. طول الليل وهي مش قادرة تنام، الكلام كان بيرن في دماغها. كانت بتبلع الإهانة عشان خاطر جوزها، والموضوع بدأ يزيد أكتر من الأول يوم بعد يوم. وبدل ما يكون الكلام بس من الكبار، لأ، حتى حسام الولد الصغير ابن سلفتها بقى يعايرها زيهم، وكأنه بيسمع كلامهم ويعيده. وفي مرة كانت رؤية قاعدة على عتبة الدار بتغسل شوية خضار، وحسام كان بيلعب جنبها بحتة خشبة، وفجأة بصلها وقال بكل براءة: هو انت ليه مش عندك عيال زي ماما؟ رؤية اتخطفت من الكلام، بصت له وهي مش عارفة ترد، لكنه كمل وهو بيضحك ويجري ناحية اوضته: يمكن عشان انت معيوبة زي ما تيتا بتقول. كأن السهم دخل جوه قلبها، ودموعها نزلت من غير ما تحس. قامت بسرعة وسابت طبق الخضار ودخلت على أوضتها وقفلت على نفسها. بقت تسمع الكلام ده في كل حتة، حتى من الطفل الصغير، وده كان أكتر حاجة بتوجعها. فضلت قاعدة لوحدها في الأوضة، وسالم دخل عليها بعد شوية لقاها ساندة دماغها على الحيطة ووشها غرقان في الدموع. مالك يا رؤية؟ ايه اللي حصل؟ رؤية مسحت دموعها بسرعة وقالت: مش قادرة يا سالم، مش قادرة اتحمل اكتر من كده. ما تفكريش في الكلام ده تاني، ده عيل صغير مش فاهم حاجة. عيل صغير بس سمع منين؟ سمع من اللي حواليه، وانا مش قادرة اعيش بالشكل ده. هفضل طول عمري عايشة تحت تهديدهم وكلامهم اللي يقطع البدن ويسم البدن بالشكل ده. يا اما تحط لهم حد، يا إما إيه؟ رؤية سكتت، كانت عارفة إنها وصلت لنقطة ما ينفعش تكمل بعدها. وفي يوم كانت رؤية لوحدها في البيت، الحاجة صالحة راحت تزور قرايبها، وهناء خرجت السوق، حتى سالم كان في الغيط مع وفيق. الجو كان حر جدا والشمس ضاربة في الحيطان من كل ناحية، ورؤية طلعت على السطح علشان تخبز في الفرن الطين زي ما اتعودت من وهي صغيرة. كانت مشغولة بالعجين ووشها معرق من حرارة الفرن. فجأة سمعت صوت خطوات وراها، بصت كده بسرعة لقت حسام واقف عند باب السطح، بصلها بعيونه الصغيرة المليانة شقاوة وقالها بكل براءة مستفزة: انت بتعملي ايه هنا؟ ولا هو العوائر بس هما اللي بيخبزوا؟ ايديها اتصلبت على العجين وحست بكتمة في صدرها، بس حاولت تهدي نفسها وقالت لحسام: اطلع من هنا يا حسام، السطح مش للعيال والنار خطرة عليك. بس هو ضحك بجنان وقال لها: ما تخافيش، انا مش هقع زي ما انتي وقعتي من عين تيتا وماما، يا ما بتخلفيش. الكلمة ضربت في قلبها زي السكين، وشها احمر والغضب مسكها من راسها لرجلها. لأول مرة في حياتها حست إنها مش قادرة تسكت أكتر من كده. قامت بسرعة ومسكته من دراعه وبصت له في عيونه وكلها وجع، وقالت له بصوت مخنوق: انا مش عاقر، وربنا هو اللي بيرزق، ولو سمعتك تقول الكلمة دي تاني هخليها اخر مرة تفتح فيها بقك. سامع ولا لا؟ ولا اقولك انا مش هخليك تفتح بقك للابد. تعالى. وجرت حسام من ايديه وهي مش شايفة قدامها، وزي ما يكون الشيطان غطى على عقلها.
مسكت حسام وإيديها كانت بتترعش وبتعيط، وسحبته ناحية الفرن وهي بتنهج، ورميته جنب باب الفرن، وفتحت بسرعة وابتدت تحط حطب كتير كتير جدا. حسام كان بيعيط وعمال يقول لها سيبيني، أنا آسف، مش هقول كده تاني، سيبيني. لكن رؤية كانت في دنيا تانية خالص، دموعها نازلة وبتكلم نفسها بصوت عالي: انا مش هعقل، انا اللي هفضل ساكته لحد امتى؟ حتى العيال بقوا يلطشوا فيا، والله لا اكتم صوتك للابد. رؤية كان السواد مغطي عينيها، مسكت حسام بكل غل وقهر ورفعته زي ما يكون عود قصب ورميته جوه الفرن. الواد صرخ بأعلى صوته، رجليه ضربت في الطين وهو بيحاول يطلع، لكن رؤية كانت أسرع، جريت على كوم الحطب ورميته فوقه. النار كانت بتطقطق والحطب بيتحول لرماد، والريحة طلعت في الجو، بس مفيش حد خد باله. حسام بقى مجرد ذكرى وتحولت لهوا. رؤية وقفت قدام الفرن، قلبها بيدق بسرعة وعينيها مبحلقة في النار، مش مستوعبة هي عملت ايه. مر الوقت والمغرب أذن، بس حسام مرجعش البيت. أمه خرجت تدور عليه، نادت في الشارع وسألت الجيران، لكن مفيش أي أثر ليه. الحاجة صالحة قلبها وقع في رجليها، خرجت تجري على سالم ووفيق في الغيط وهي بتصرخ: الواد الواد حسام اختفى. البلد كلها اتحركت، رجالة معاها كشافات وستات بتعيط وأطفال مرعوبين، لفوا عند الترعة وفتشوا في الغيطان وفتشوا في المخازن وفي الجناين، بس مفيش حسام. وفي الآخر بلغوا الشرطة. يوم ورا يوم وحسام لسه مرجعش. الشرطة قلبت البلد، سألت كل الناس، لكن مفيش أي خيط يدل على مكانه. الحاجة صالحة قلبها اتحرق، كل يوم تصحى في عياط وتنام على عياط، لحد ما واحدة من جاراتها قالت لها: روحي للشيخ عبد الموجود، ده راجل مبروك هيقولك فين حسام. وبالفعل راحت الحاجة صالحة للدجال، دخلت عليه وهي مكسورة وحكت له عن حفيدها اللي اختفى فجأة. الدجال فضل ساكت شوية، وبعدين مسك سبحة خشب وبدأ يتمتم بكلام غريب، وفجأة رفع عينه وبصلها بنظرة تقطع القلب وقال لها: رواية مرات ابنك هي اللي قتلته. الحاجة صالحة حست الأرض بتتهز تحت رجليها، قلبها كان هيقف ووشها اتغير وصوتها خرج متقطع: انت بتقول ايه؟ رؤية؟ الدجال هز راسه بثقة: هي اللي خلصت عليه وسره عند النار. الحاجة صالحة رجعت البيت وهي مش شايفة قدامها، وشها مسود من الصدمة، قلبها بيغلي ورجليها بتترعش. دخلت على رؤية اللي كانت قاعدة في الصالة ماسكة كوز مية بتشرب. رؤية رفعت عينيها لقت حماتها واقفة قدامها بملامح مخيفة، حست إن في حاجة مش طبيعية. قالت لها بحذر: مالك يا حاجة؟ شكلك تعبان. الحاجة صالحة قربت منها وقعدت جنبها ومسكت ايديها وضغطت على ايديها جامد، وقالت لها بصوت متحشرج: انت اللي قتلتي حسام، مش كده؟ رؤية اتجمدت مكانها والكوز وقع من ايديها واتكسر على الارض، وقالت لها: انت بتقولي ايه؟ انا؟ الحاجة صالحة شدت شعرها وقالت لها بصوت واطي وكله تهديد: الدجال قال لي على كل حاجة، والنار كانت السر، بس أنا مش هسكت. لو ما سمعتيش كلامي هوديكي بكرة بنفس المركز، والبوليس هيعرف إنك قتلت الواد. رؤية قلبها وقع، جسمها كله اتشل، حاولت تتكلم بس لسانها مربوط. الحاجة صالحة قربت منها أكتر وهمست لها في ودانها: هتسمعي الكلام ولا سلمك بنفسي؟ رؤية دموعها نزلت، مفيش مهرب، مفيش طريق للنجاة، لازم تعمل اللي هتقول عليه حماتها، وإلا نهايتها السجن أو الموت. وتاني يوم الصبح رؤية كانت ماشية في الشارع وقلبها بيخبط في ضلوعها، مش شايفة قدامها من كتر الرعب. وصلت لبيت أختها، حاولت تبتسم بس مفيش أي حاجة كانت طبيعية. دخلت وقالت بصوت مبحوح: ازيك يا أختي، وحشتيني. أختها ابتسمت لها وقالت لها: وانتي كمان وحشتيني، مالك وشك مخطوف ليه كده؟ رؤية هزت راسها وقالت لها بسرعة:
مفيش، كنت معدية قلت اشوف الواد حبيبي اخده اتمشى بيه شوية، نفسيتي بس تعبانة. اختها بصت لها باستغراب، بس مفيش سبب يمنعها انها تديها ابنها، وندهت للواد وقالت له روح مع خالتك يا حبيبي، بس ما تتأخرش. الواد جري ناحية رؤية ومسك ايديها وهي حاولت تبتسم له، بس قلبها كان بيتقطع. خدت الواد من ايده ومشيت بيه على الدار عشان تروح لحماتها اللي قالت لها ابن اختك قصاد حفيدي، يا كده يا اما هبلغ عنك المركز وهتتشنقي. الواد كان صغير عنده 2 بس، ما يعرفش يتكلم ولا يعبر عن اي حاجة، وما يفهمش اي حاجة من اللي بتحصل حواليه. رؤية وصلت الدار هي وابن اختها، وطلعت تاني دور هي والولد، لقت حماتها واقفة قدام الفرن مشعللة النار والحطب بيولع بقوة. الحاجة صالحة بصت لها بحدة وقالت لها شهلي بسرعة قبل ما حد يحس بحاجة. رؤية قدام الأمر الواقع مش عارفة تتراجع ومش عارفة تعمل ايه. حماتها كانت واقفة قريب من الفرن، النار كانت واصلة لحد السقف. رؤية قربت منها وعينيها كانت مليانة غضب وخوف وانتقام، وبصوت هادي بس كله سم رؤية قالت لها عارفة يا حاجة النار ما بتشبعش ليه؟ وقبل ما الحاجة صالحة ترد، لمحت رؤية فوق الفرن خشبة تقيلة، مدت ايديها عليها بسرعة وجابتها، وفي لحظة ضربت حماتها على دماغها ضربة قوية وضربة تانية عشان تتأكد انها مش هتقدر تقاوم. الخبطة كانت عنيفة، الحاجة صالحة اتراجعت لورا وعينيها وسعت وايديها اتحركت كأنها بتحاول تمسك اي حاجة تنقذها، بس للأسف مفيش أمل. رؤية راحت ماسكة الحاجة صالحة وراحت زقاها جوه النار وزودت عليها الحطب، والنار هنا حضنت الحاجة صالحة. رؤية وقفت تتنفس بصعوبة وهي بتتفرج على الفرن وعلى الحاجة صالحة وهي بتتصفى من النار، ومش عارفة تعمل ايه. قالت كده خلاص أنا ارتحت منها ومن زنها، والسر مات معاها. وبعد ما النار اتصفت قدامها في الفرن، خدت بعضها ونزلت لأول دور عشان تنظف وتطبخ وتستنى جوزها لما يرجع من الغيط. جوزها رجع من الغيط يدور على أمه مش لاقيها، فضلوا لحد بالليل وبرضه مش لاقيينها. البلد كلها كانت مقلوبة عليها، الحاجة صالحة اختفت، وفيق وسالم كانوا بيدوروا عليها في كل حتة، ورجالة البلد دخلوا الغيطان وراحوا الترع وسألوا الجيران مفيش أي أثر، وفي الآخر بلغوا الشرطة. الضابط جه سأل كل الناس، دخل البيت وفتش في كل مكان، لكن مفيش حاجة تدل على اختفاء الست العجوزة. وفي يوم من الأيام هناء مرات أخو سالم طلعت فوق السطح عشان تنظف الفرن وتعمل شوية عيش، وهي بتمد ايديها جوه الفرن عشان تطلع الطوب اللي جواه وتنضفه، فجأة لقت حاجة بتلمع تحت التراب. قلبها وقع وقربت أكتر عشان تشوف ايه، مسحت التراب من عليها ولقت الإسورة الدهب بتاعت حماتها. الدم هرب من وشها، قلبها بقى يدق بسرعة، وقفت في مكانها مش قادرة تتنفس. دي نفس الإسورة اللي الحاجة صالحة ما كانتش بتخلعها من إيديها، إزاي وصلت هنا؟ نزلت تجري ودخلت على وفيق جوزها وهي مرعوبة ومدت إيديها قدامه وقالت له بصوت متلخبط مش دي بتاعت الحاجة صالحة؟ صح، مش دي بتاعت أمك، إسورة أمك. وفيق بص للإسورة وقلبه بدأ يقرصه، مسكها في إيده وقربها من وشه. دي بتاعتها، لكن إزاي؟ الشك كان مال البيت وكل واحد بقى يبص للتاني بطريقة غريبة. بعد ما لقوا الإسورة في الفرن، سالم قال بحسم لازم نعرف مين آخر واحد كان مع عمي قبل ما تختفي. وفيق فكر شوية وقال رؤية. رؤية كانت آخر واحدة معاها. وفي نفس اللحظة كانت رؤية قاعدة في أوضتها قلبها مقبوض، حاسة إن الليلة مش هتعدي على خير، ومن ساعة ما لقوا الإسورة وهي مش قادرة تنام ولا تاكل، كل ما تبص في عين حد تحس إنه بيحاول يفك شفرتها. وفجأة الباب خبط جامد وصوت سالم جه من بره، افتحي يا رؤية، عايزين نسألك كام سؤال، افتحي. رؤية وقفت وهي مرعوبة، عدلت طرحتها وفتحت الباب، لقت قدامها سالم ووفيق ووراه الضابط اللي كان بيحقق في اختفاء الحاجة صالحة. الضابط بكل هدوء
احنا بس عايزين نعرف امتى آخر مرة شفتي حماتك. رؤية بلعت ريقها وقالت بتوتر: كانت معايا في المطبخ وبعدها طلعت على السطح. وفيق رفع حواجبه وقال: وانت ملحقتهاش؟ ما شفتهاش بعد كده؟ رؤية هزت راسها بسرعة: لا، كنت بنضف المطبخ وما حسيتش بيها بعد كده. لكن هنا الضابط لاحظ حاجة: ايديها كانت بتترعش وعينيها مش ثابتين على حد، كأنها بتتهرب من الحقيقة. الشرطة مشيت من البيت، لكن سالم كان حاسس ان في حاجة مش مظبوطة. كل حاجة بتقول ان رؤية تعرف اكتر مما بتقول. ومن يوم ما لقى الاسورة وهو مش قادر يرتاح. وفيق قال له وهو بيتمشى معاه بره الدار: حاسس انها مخبية حاجة. سالم عقد ايده على صدره وقال بحدة: مش حاسس، متأكد. وبعد تفكير سالم قرر يوقعها بطريقته من غير ما يخليها تحس انه شاكك فيها. دخل عليها الأوضة وكان شكله هادي جدا. قعد قدامها وقال بصوت ناعم: رؤي، أنا عارف إنك خايفة، بس إحنا لازم نعرف الحقيقة. رؤية بصت له برعب وقالت بسرعة: أنا قلت كل اللي أعرفه، صدقني. سالم قرب منها أكتر وهمس لها بكلام هز قلبها: طيب لو قلتلك إنهم لقوا أثر دم في الفرن وإن الشرطة ناوية تعمل تحليل؟ هنا وش رؤية اصفر تماما وإيديها بردت. حاولت تبلع ريقها لكن حلقها كان ناشف. بصت له بخوف وقالت له بصوت مرعوب: دم؟ يعني لو كان في حاجة حصلت، الأحسن اللي عملها يعترف قبل ما الشرطة تكتشفه عشان إحنا نعرف نتصرف. هنا بدأت تعيط وتقول بصوت متقطع: آه أنا أنا ما كانش قصدي، هي اللي غصبتني. قالت لو ما جبتش الواد هتبلغ عني. سالم قرب منها أكتر وقال بحدة: مين؟ مين اللي غصبك؟ بتتكلمي عن مين؟ رؤية بكت أكتر وقالت: الحاجة صالحة، هي اللي طلبت مني أجيب ابن أختي عشان نعمل فيه زي حفيدها. وحكت له على كل حاجة. قام من مكانه بسرعة وضربها قلم جابها على الأرض: يا عديمة الرحمة، قتلت أمي، قتلت عيل صغير. رؤية كانت بتصرخ وبتحاول تحمي وشها من ضربه، لكنه كان زي العاصفة. مسكها من شعرها وهو بيزعق: يا مجرمة، ازاي قلبك طوعك تعملي كده؟ ازاي؟ صوت الصراخ ملا البيت والبلد كلها سمعت. الستات جريوا على الدار والرجالة سابوا اللي في ايديهم وجريوا على الصوت. وفي لحظة كانت الدنيا مقلوبة عند بيت سالم. البيت عند سالم كان مليان ناس، اللي بيزعق وبيتخانق، والرجالة ماسكين سالم عشان ما يقتلهاش، والستات واقفين على جنب، منهم اللي بتصوت ومنهم اللي واقف مصدوم. وفي نص الزحمة واحد قال بصوت عالي: لازم الشرطة تعرف. وفيق جري على الاسم وبعدها بدقايق الشرطة وصلت. الضابط دخل وسط الزحمة وسأل بحدة: ايه اللي بيحصل هنا؟ سالم والدموع في عينه بص للضابط وقال له: مراتي قتلت امي وقتلت ابن اخويا العيل الصغير. رؤية واقفة وسط الدوامة دي كلها، وشها كان اصفر وعيونها مبحلقة في الارض. كل العيون كانت عليها وكل كلمة كانت زي السكين في جسمها. الضابط قرب منها وسألها بجمود: الكلام ده صح؟ رؤية ما قدرتش تهرب ولا قدرت تكذب. جسمها كله كان بيترعش، دموعها كانت نازلة على وشها مغرقاها. بصت للضابط وقالت له بكل هدوء: ايوه، انا اللي عملت كل ده. واحدة من الستات شهقت وقالت: يا لهوي، دي شيطانة مش بني ادمة. راجل تاني بصلها باشمئزاز وقال: حاجة عمري ما شفتها، ازاي قلبها طوعها تعمل كده؟ الشرطة أيدوها بالكلبشات وسحبوها وسط نظرات مليانة احتقار واشمئزاز. رؤية حاولت تتكلم أو تشرح، بس عمرها ما كانت هتلاقي مبرر لجريمتها. الدموع نزلت من عينيها بس مفيش حد بكى عليها. الكل كان شايفها أقل من إنها تستحق الرحمة. الدنيا ضلمت عليها ومفيش غير طريق الزنزانة. الباب الحديد اتقفل بصوت تقيل.
الصوت اللي أعلن نهاية حياتها بره عالم الحرية. رؤية بقت لوحدها في أوضة ضلمة بريحة عفنة، بصوت قطة جاي من بعيد جدا، وعيون الحراس اللي كل ما يبصولها يبصولها باحتقار. قعدت على الأرض وافتكرت كل حاجة من أول يوم دخلت فيه البيت ده، من الشتايم اللي كانت بتتقلها، والخوف اللي حست بيه لما حماتها هددتها إنها هتجوز جوزها، واللحظة اللي دفعت فيها العيل الصغير جوه الفرن، والصوت اللي كان بيدوي في ودانها وهي بتقفل باب الفرن على حماتها. دلوقتي هي لوحدها وسط 4 حيطان، والذنب اللي جواها بيزن عليها زي النحلة ومش ناوي يسكت. كل يوم بتصحى على صوت المفاتيح، وكل ليلة بتنام على كوابيس العيل الصغير اللي حرقته وصوت حماتها وهي بتصرخ.